هذا المقطع حق كل شخص عانى من السحر أو العين أو أصيب بمرض نفسي. ويا جماعة ترى مو عيب أن الإنسان يصاب بمرض نفسي، لأنه ترى مثل المرض العضوي. أسأل الله عز وجل أن يعافي ويشافي كل مرضى المسلمين. بعطيك طريقة الصحيحة للرقية الشرعية بطريقة مختصرة جدا. أبي منك يقين بس كبير بالله جل جلاله وانكسار بين يديه. أبيك تكون مركز وانت ترقي نفسك، ما يكون بالك مشغول، تكون على طهارة، وبإذن الله راح تشوف تأثير الرقية الشرعية عليك من أول جلسة. القضية بلا بس استمرار ويبي لها يقين مع الله عز وجل، وراح تشوف بإذن الله أبواب الخير تنفتح عليك، وراح تعافى من كل سحر أو عين أو مرض نفسي أو مرض عضوي. الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى نهاية السورة. آية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، الآية اللي في سورة القلم. القلاقل 4، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كل واحدة منهم 3 مرات. ننتقل الآن إلى الأدعية. تقول بسم الله 3 مرات على موضع الألم، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، ثم تقول بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني 3 مرات، ثم تقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ثم تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 مرات، ثم تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، ثم تختم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. بهذا أنت رقيت نفسك رقية شرعية عظيمة كاملة التحصين، مليئة بالخيرات والبركات، بإذن الله فيها شفاء من السحر والعين والأمراض النفسية والعضوية.